السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي في الأول كده يا رجالة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله على بركة الله. هنبدأ بقى حلقتنا أو موضوعنا نتكلم فيه موضوعين اتنين بس. النهارده طبعا النادي الأهلي له ماتش مع إنبي، والزمالك مع الداخلية. طبعا نروح بس للأخ مرتضى أحمد منصور اللي هو عمال يهاجم الحكام ولجنة الحكام ومسؤولين الرياضة في مصر، وبيستغيث بالوزير أشرف صبحي إن هو يتدخل، وبيتكلم الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والمسؤول عن الحكام. فأنا بقول لأحمد دياب ما ينفعش اللي مرتضى بيعمله مع الحكام. مرتضى منصور بيهاجم كل الحكام المصريين، أي حكم وهيحكم لمرتضى منصور ماتش. احنا هنتكلم على الزمالك، يعني هو مرتضى منصور ويخسر فيه لان فرقته فاضيه، فرقته ما فيش حاجه، فرقته هوا كده، فرقته بتيجي اي مع اي فريق واقف على رجليه بتنهار وينغلب ويرجع يجيب اللوم على الحكام. زي ما مسك الحكم غسله وحكم الرايه غسله، يقول عليه الحكم الأقرع. الحكم الرابع يقول عليه الحكم رقرع. جاب الحكم عشان جاب امين عمر عشان يدي انذار لفريرا. فريرا تجاوز في حقه، المفروض فريرا يتجاوز، اي مدرب يتجاوز على الخط يستدعي الحكم. لان مرتضى منصور ما ينفعش معاه الا هو لو مش عاجبه حكام مصر وكل مره يطلع يهينهم ويهين المسؤولين الرياضه، يا عم يجيب له حكام اجانب. ايه اللي مزعله؟ ما يجيب حكام اجانب ويريح نفسه. يعني احمد دياب ومرتضى منصور يطلع يقول له وحات امك وحات ابوك والواد عمر. ايه الواد عمر ده؟ يعني بيقول على الحكم المحترم ابو امين عمر، يقول له الواد عمر؟ يعني ينفع؟ هل ترضى عليك انت يا احمد يا دياب حد كل ما يطلع مرتضى يخسر يهينك ويهين الحكام ويهين رابطه الانديه ويهين مسؤولين الرياضه في مصر، وفي الاخر يجيب اللوم وفشل لعيبته وفشل المدرب فريرا على الحكام؟ يعني يرمي فشله على الحكام. فانا بقول لي يعني نصيحه لاحمد دياب، زي ما مرتضى بيقول له وحياة امك لا تتوقف لامير عمر. وبقى قبل كده برضه اتريق على حكم امر الدوله ولا نادر امر الدوله، يقولوا على ايه امر الدين، وبعد كده يقولوا حكم الاقرع. مش عارف ليه يعني مرتضى بيعمل ليه كده، وليه انتوا ساكتين عليه؟ وبعدين انت يا احمد يا بتقول له خلاص انا عاقب امين عمر، وامين عمر خلاص هتحول للتحقيق وهيتوقف، والراجل بيكون واثق ومتاكد ان هو هيتوقف، وحات امك وحات ابوك لا تتوقف الواد عمر. الواد عمر ده مين؟ امين عمر ده ما ينفعش اللي بيحصل من مرتضى منصور في مهاجمه الحكام. كل ماتش يتغلب فيه مرتضى منصور، لان انتوا راجعوا ماتش الزمالك واسوان، وانتوا هتلاقي الزمالك مش موجود اصلا، والزمالك ما راحش اسوان اصلا. عشان كده بيرمي فشل وفشل لعيبته وفشل المدرب بتاعه على الحكام، يطلع يهاجم الحكام ومش هيسيب الحكام كلها. اي حكم الزمالك هتتغلب في الماتش اللي هو بيحكم فيه، هيطلع مرتضى يقطع في الحكم ويقطع في المسؤولين الرياضه ويقطع في احمد دياب ويقطع مسؤولين الرابطه ويقطع مسؤولين في اتحاد الكوره. زي ما بيقول له انت ما تنساش نفسك يا جمال يا علام، وانت فاكر نفسك رئيس اتحاد كوره؟ انت غفير وجايبك مخبر وانتوا كلكم مخبرين، ولا جايبك كلكم غفره وانت ما حصلتش، ما تفكرش نفسك انك انت رئيس اتحاد كوره. هو ما ينفعش اللي بيحصل اصلا من مرتضى منصور. فاحمد دياب بيوعده، ولا هو بيقول انا اتصلت باحمد دياب الراجل المحترم وخلاص قال هياخد حقنا للزمالك وهيحقق مع الحكم وهيتوقف الحكم امين عمر؟ ما ينفعش. انا من رايي ان مرتضى منصور يجيب حكام اجانب، مش كل ماتش يطلع يهاجم الحكام ويخلي صورتنا سيئه. صورتنا بقت سيئه. طب ما نتفرج عليه في افريقيا، فرقته فاضيه يا احمد يا دياب، الزمالك فاضيه، الزمالك واقعه. عشان كده مرتضى منصور بيرمي فشل الفريق على الحكام ويطلع يهاجم الحكام. وما ينفعش اصلا مرتضى منصور يطلع كل ماتش يهاجم الحكام. ما احنا عندنا 18 فريق في الدوري العام. عمرك شفت مره الخطيب ولا اي رئيس نادي طلع هاجم الحكام وسب الحكام زي ما مرتضى بيعمل؟ وبسكوتكم على مرتضى منصور واهانه مرتضى منصور للحكام والحازم امام واتحاد الكوره ولجنه ورابطه الانديه، هيعمل اكتر من كده. الراجل واثق من نفسه، قال له انت وحات امك لا تتعاقب وحات امك لا تتوقف. قبل كده قال لي نادر امر الدوره برضه واتريق عليه وهيهاجم جميع الحكام. فاحنا ما نديش فرصه للناس متطاوله، الناس السبابه، الناس الشتامه. حتى في قناه الزمالك ماسكين الحكام غاسلينها. انت كده بتدي فرصه لكل رؤساء الانديه وكل واحد يتغلب ماتش يطلع يقطع لك في الحكم. فانت لازم تاخد موقف من مرتضى منصور. ده موضوع مرتضى منصور. طبعا في الرياضه النهارده كل القايمه ايه؟
كامله مع فريرة، ما فيش الا شيكابالا بيقول لك عنده ارهاق، شيكابالا الاسطوره اللي هو ايه سباب وشتام. وطبعا ما في عنده غيابات خالص، كل القايمه كامله مع فريرة. قصد الداخليه، وما تحكموش على ماتش الداخليه، لان ماتش الداخليه مع احترامي للداخليه يعني الداخليه يعني مستواها في الدوري مش قد كده، بس حققها، هي حققت مفاجاه ان هي فاز على بيراميدز 2-1. ده موضوع مرتضى منصور وفريرة وماتش الداخليه. نروح بقى للمستر كولر واستعداده. طبعا نقول لكريم فؤاد الف 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 مليون سلامه، ولازم النادي الاهلي يشوف موضوع الرباط الصليبي ده. كام لعيبه على التوالي، عمار حمدي، كأكرم توفيق، حصلهم كريم فؤاد. ايه حكايه الصلابه، حكايه الاصابه في الرباط الصليبي في النادي الاهلي؟ لازم يكون في حل، لازم يكون في حل في النادي الاهلي. لازم مسؤول النادي الاهلي يشوف في الموضوع بتاع الرباط الصليبي عند اللعيبه. هل حمل زياده؟ هل ارضيه الملعب مش حلوه؟ لكن كل اسبوع والتاني تلاقي واحد اصاب الرباط الصليبي. اكرم توفيق مرتين كده، الباك اليمين ما فيهوش حد الا محمد هاني. اكيد بقى طبعا كولر هيبدا بمحمد هاني وحسين الشحات، ما فيش تاني. كريم فؤاد، اكرم توفيق، اتنين رباط صليبي، ما تعرفش ايه السبب. فاحنا طبعا بنتمنى التوفيق لكولر ولاعبي النادي الاهلي رجاله، والاهلي بمان حضر. واحنا عارفين يا جدعان ان النادي الاهلي تمم 3 صفقات، 3 صفقات تقال جدا جدا جدا، والصفقه الرابعه جايه في الطريق ان شاء الله. وفي لاعب برازيلي تحت السن. هو طبعا دلوقتي النادي الاهلي عنده 5 الاجانب فوق السن في الفريق الاول، فدلوقتي بيحاولوا يتعاقدوا مع مهاجم او جناح تحت السن اجنبي برضه. فطبعا النادي كولر ان شاء الله ان شاء الله اي 11 يلعبوا في ارض الملعب. احنا شفنا المستوى الماتش اللي فات، مستوى اكتر من روعه، وقدرنا نتغلب على بيراميدز 3-0. ومش هنتكلم عن التحكيم الا لما نشوف الماتش. هنشوف الماتش الزمالك وماتش النادي الاهلي ونشوف التحكيم فيهم، ونقدر بقى نحكم على التحكيم. لكن مش كل ماتش مرتضى منصور يطلع يقطع في التحكيم. لازم تحكم الحكام بتوعتك، لازم نحمي الحكام بتوعنا، لازم يبقى عندهم شخصيه في ارض الملعب. الراجل بيطلع يقطع في الحكام عشان حكم بالعدل. ده اسوان كانت هتشايل الزمالك الطينه اكتر من 4-5 في الماتش ده، ربنا رحمهم، كانوا يطلعوا بفضيحه. لكن يطلع مرتضى منصور بعد الماتش يقطع فيه. المهم خلينا في كولر، وان شاء الله زي ما قلت لكم قلنا كريم حمد الله على ألف ألف مليون سلامة. وطبعا قائمة الأهلي معروفة دلوقتي. حمدي فتحي للإصابة، كريم فؤاد للإصابة، أكرم توفيق للإصابة، بيرسيتاو للإصابة. يعني في غيابات في النادي الأهلي مؤثرة برضه على النادي الأهلي، بس في عندنا الحمد لله لعيبة رجالة وهيسدوا. شفنا عمرو السولية الماتش اللي فات، شفنا نادي ألي ديانج، شفنا حسين الشحات، شفنا احمد عبد المنعم، شفنا محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم، شفنا ياسر ابراهيم، شفنا علي معلول. يعني في لعيبه رجاله في النادي الاهلي. ان شاء الله نختار القائمه اللي هي تقدر تعمل حاجه وتسعد جماهير النادي الاهلي النهارده قصاد انبي. نتمنى التوفيق لكرر في القائمه اللي هيختارها. اي 11 لاعب راجل في الملعب في النادي الاهلي هيثبتوا نفسهم. وفعلا الاهلي راجع دلوقتي. الاهلي هو ايه؟ متصدر الدوري ب3 نقاط فرق عن نادي الزمالك. ان شاء الله النهارده الاهلي يقدر يفوز، ونتمنى التوفيق لكل فرق الدوري الصراحه. لاني احنا ما بنحبش المنافسه ما بين الزمالك والاهلي، بس احنا عاوزين المنافسه بين جميع الفرق الدوري العام. طبعا زي ما قلت لكم الاهلي محمد الضو كريستو طبعا فخاض الكشف الطبي وطلع كويس، بس الاهلي عاوز يعمل له اختبار طبي تاني. ليه؟ الاهلي بعد بيرسي تاو عنده قلق في موضوع حكايه الرباط الصليبي بالذات، ولا ايه الاصابات اللي هي مزمنه. فهو طبعا محمد ضو كريستو هيعيد الكشف الطبي، كشف دقيق اكتر من الاولاني عشان يطمنوا اكتر واكتر، لان اللاعب كويس بس واجتاز الكشف الطبي الاولاني كلنا عارفين. وان شاء الله النادي الاهلي يعمل له اختبار تاني واختبار طب تاني، وان شاء الله هيجتازوا برضو محمد الضو كريستو ويبقى لاعب في النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي وقع معاه 4 سنين ونص مع النادي الاهلي. ونتمنى التوفيق لكرة النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.